ليه فجأة بقينا نشوف مظاهرات قدام السفارات المصرية في أكتر من دولة في العالم؟ ده حتى في تل أبيب السفارة المصرية ما سلمتش من التظاهر. هل اللي بيحصل ده مجرد زحمة غضب وصدفة؟ ولا دي خطة مدروسة وممنهجة وبتشمل التزييف الإعلامي والضغط السياسي والاقتصادي على مصر؟ خطة بديلة بعد ما السيسي قالها صريحة: لا للتهجير ولا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب شعب غزة. ومن ساعتها والعدو اللي المفروض كلنا نتجمع ونقاومه بقى بيحشد ناسه ضدنا ويطالبنا احنا بفك الحصار. طب ايه رأيك في الناس اللي لابسة وش الوطنية وسايبين أهلهم تحت القصف والجوع وجايين يعلمونا احنا الوطنية؟ أيوة، انت فهمت صح. أنا بتكلم عن اللي لابسين المقاومة وكأنها كرافتة شيك بيزينوا بيها رقبتهم، وكل ما تكلمهم أو تتكلم عنهم يقول لك دول رجالة المقاومة، دول ياما ضحوا بأهلهم. أنت عندك حق، هم فعلا ياما ضحوا بأهلهم، بس تعال اسمع مني الكلمتين دول: الرجالة ما بتزقش أهلها للخراب وهم آمنين في مخفأهم. الرجالة ما بتعش على أنقاض شعبها وتتاجر بأرواح الأطفال والنساء والمسنين. الرجالة ما بتحولش دم شعبها لكارت سياسي يساوموا بيه. فبلاش نردد كلمة المقاومة وكأنها الكلمة السحرية. المقاومة شرف مش شماعة، المقاومة تضحية مش سلعة. وقبل ما تهاجم مصر وتقول إنها بتحاصر غزة، اسأل نفسك سؤال واحد: هي مصر محاصرة ولا متحاصرة؟ مصر بتجوع غزة ولا بتدفع ثمن تصرفات مش محسوبة من دمها واستقرارها واقتصادها وأمانها؟ اسأل نفسك لما تطالب مصر إنها تفتح حدودها بالكامل، هل أنت عاوز تفضي غزة وتسلمها للمحتل فاضية، ولا عاوز تغرق مصر في فوضى وتورط جيشها في مواجهات مع ناس بتهرب لأرضها؟ لما الجيش يضطر يرد ويدافع عن حدوده تقولوا شوفوا الجيش المصري بيقتل العرب. قبل ما تهاجم مصر اسأل نفسك أنا بلعب دور مين ولصالح مين؟ مصر لو بتحاصر فعلا فهي بتحاصر الفوضى وبتحمي حدودها، بتدعم شعب تحت القصف والجوع والقتل بشرف من غير ما تتاجر بقضيته أو تستغلها لصالحه. واللي بيزقها للحرب هيفضل يصرخ وهيفضل يتظاهر وهيفضل يتآمر، لكن مصر بعون الله هتفضل واقفة ومكملة بجيشها وقيادتها وشعبها الواعي. افتح عينيك وافهم اللعبة، ما تخليش دم أخوك أداة في مسرحية أبطالها عايشين في التكييف والقصور. أنا إيمان حكيم، وده كان كلام من القلب.